عشبة التقنديش او عود القرح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو السادس او الحلقه السادسه من سلسله التعريف بالاعشاب المغربيه. عشبة اليوم كتعد من اهم الاعشاب وعلى راس الاعشاب او قمه الاعشاب الطبيه اللي عندها بزاف ديال الفوائد. في هذا الفيديو غنذكروا فوائد عشبة القرح وكذلك طريقه الاستعمال ديالها في الوصفات الطبيه الصحيه. عود القرح المغربي او تقنديش او العطاسه او عاقر القرح او القنيصه، والاسم ديالها العلمي لاناسيليس بريتيريوم. العشبه اللي كتنمو فقط في شمال افريقيا، يعني في المغرب، الجزائر وفي بعض المناطق في ليبيا. فيها الكثير من الفوائد، راسهم زياده القوه الجنسيه والرغبه الجنسيه للرجال. كتعد من اهم الاعشاب اللي مثيره للشهوه الجنسيه ومن اجود انواع ديالها اللي كتنمو في البريه. كثير من العلماء المختصين في طب الاعشاب وكذلك الفلاسفه وعلى راسهم الفيلسوف ابن رشد وابن سيرين هضروا على عشبه القرح او عود القرح، ونصحوا باستخدامها سواء لزياده الفحوله او الخصوبه، جانب استخدامها كشراب وكدهان وكذلك البخور ديالها. الفوائد ديالها انها كتقوي الحيوانات المنويه وكتزيد من العدد ديال الحيوانات المنويه، كترفع هرمون الذكوره تستوستيرون، كتزيد نمو الشعر في الجسم، كتزيد الكتله العضليه للرجل، وكذلك كتعالج الامراض الصدريه على راسهم الضيقه وعسر التنفس والنهجه. اضافه الى ان من الفوائد ديالها في الاستعمالات الخارجيه انها كتعالج مشكل البرص اي البهاق الابيض. فاذا خدينا ثلث من تقنديش عود القرح وثلثين من طلان والعسل الحر وخل التفاح ودهنا المنطقه اللي مصابه بالبرص، كتعالج مشكل البهاق. هذا بالنسبه للاستعمال الخارجي. وكذلك بالنسبه للاستعمال عن طريق الاكل، ناخذ الثلث من عشبه التقنديش وثلثين من عشبه الطلان ونخلطوهم وناخذ ملعقه قبل الفطور وملعقه قبل وجبه العشاء. كتساهم وكتساعد في علاج مشكل البرص اي البهاق الابيض. ومن الفوائد ديالها انها كتعالج مشكل القمل اللي ولا منتشر هاد الايام في الاواخر. الا خديناها وطحناها ورشيناها غبره على شعرنا كتقضي على مشكل القمل والصيبه. بالنسبه لاستعمالها زياده الرغبه الجنسيه والحيوانات المنويه والمساعده على الحمل، غادي تتخذ بنفس الكميه مع عشبه الخدنجال، سكينجبير، قسط الهندي، حبه البركه وحياه النفوس. غنخلطوه بنفس الكميه وناخذ ملعقه مع العسل بالكل علاقه جنسيه. بالنسبه لاستعمالها لمشكل الضيقه والتنفس غناخذوا حوالي 50 درهم من عشبه التقنديش او عود القرح، وغادي نمسحوها وما نغسلوهاش، غنمسحوها بشي زيت ابيض، يطفيو الفران ويكون سخون الفران، غندخلوها ونخليوها في الفران كتحمر ديك المده اللي يكون الفران كيبرد. بعد ذلك غادي نطحنوها ونخلطوها مع العسل اللي يكون حر، بشرط يكون العسل حر. بقاو ناخذوا ملعقه صغيره كل صباح من نفيقوا، ونزيدوا نكملوا النعاس ديالنا واحد نصف ساعه، وناخذوا ملعقه من نبغيو ننعسوا. حاولوا نتبعوا هذه الوصفه لمده ديال 40 يوم، كتقضي على مشكل الضيقه وعسر التنفس وبديل ذاك الرابوز او الفونتولين او دواء الفونتولين. الفيديو ضروري نذكروا ان هذه العشبه من الاشياء السخونه، يعني ما صالحش للحوامل وكذلك يتجنبوه المرضعه. الاخوان نتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم، بغيت هذا الفيديو يوصل اكثر عدد ديال الناس. كل شيء دير جيم في هذا الفيديو، ما تنساوش تخليو لنا تعليق فيه تشجيعاتكم، ارائكم وكذا انتقاداتكم، وكذلك الوصفات اللي بغيتوا او بالاحرى النباتات او الاعشاب الطبيه اللي بغيتونا ندوي عليهم في الفيديوهات القادمه. كل شيء دير سبسكرايب وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. شكرا.